صباح الخير، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا يا جماعه. بجد انا وشي في الارض منكم، بجد مكسوفه خالص من اللي بيحصل. انا بقالي كتير قوي ما نزلتش فيديوهات، تقريبا بقالي 3 شهور او 3 شهور زياده. بس بجد الفتره اللي فاتت كانت فتره مضغوطه شويه بكام حاجه، فمعرفتش خالص ان انا اصور او انزل. فيا بقى لو سامحوني يا جماعه، حصل خير. يلا مش هنتكلم في اللي راح. المهم، انا النهارده جايه ادردش معاكم في حاجه انا بحبها وبحب اعملها، وبحب ان اللي يشوفني يبقى كمان بيعملها، علشان هي بجد حاجه جميله جدا وهتساعدك وهتخلي الدنيا معاك اسهل وابسط. فمن الحاجات اللي بعملها وعايزاك انت كمان تعملها معايا هي كتابه اليوميات. بس انا هوريك حاجه. بصوا، دي كل الجورنالز بتاعتي والحاجات اللي كنت بكتب فيها السنين اللي فاتت دي. انا بقالي تقريبا 4 سنين، تقريبا من 2021 او 2020 بكتب. فانا عندي خبرة في الحوار ده، فانا بقول لكم ان بجد الموضوع حلو جدا جدا جدا. بصوا، دي كانت اول واحدة انا اكتب فيها، ودي بتاعت السنة اللي فاتت، ودي بتاعت السنة دي. فمن غير مقدمات ورغي كتير، تعالى اقولك ليه انت محتاج تعمل كده، وليه التدوين حاجة مهمة جدا، وليه انا بشجعك انك تعمل كده زي ما انا عملت. فيلا بلاش رغي، يلا بينا. حاجة خليني اقولك يعني ايه هو الجورنال. هو انك تكتب افكارك ومشاعرك بشكل منتظم او بشكل يومي. مش لازم تكون كاتب محترف ومش هتكتب رواية، انت بتكتب عادي الحاجات اللي بتحصل في يومك واللي انت حابب انها تكون موجودة معاك في المستقبل. هو لما افتح بعد كده الحاجات دي واقعد اتفرج، ابقى عايز ان انا افتكر اللي بيحصل ده، لان احنا كده كده معظم الحاجات اللي بنعملها بننساها، حتى لو منسناهاش ورجعنا افتكرناها مش بتبقى بالتفاصيل قوي اللي حصلت بيها اصلا. فلما نقعد نسجل ونكتب الحاجات دي، لما نيجي بعد كده نفتحها ونشوفها هنلاقي نفسنا ايه، وصل لنا نفس الشعور اللي كان وصل لنا ساعتها. فانا شخصيا بعتبر ان الجورنال او التدوين دي من اكتر الحاجات المهمه بالنسبه لي، علشان انا من الناس اللي بتحب انها تحتفظ بالذكريات وتحتفظ بالمشاعر بتاعتها والحاجات اللي حصلت قبل كده، فبتبقى ايه، عايزه ارجع لها تاني. يعني انا راضيه ذمتك، تخيل معايا ان بعد سنه او سنتين او 3 بتفتح النوت بوك بتاعتك وتلاقي بقى ان انت عملت مش عارفه ايه وايه حصل ومين راح فين وكل الحوارات اللي انت حصلت معاك، ترجع بقى تفتكرها تاني. مواقف مثلا كانت مع حد من صحابك فحبيت ان انت تكتبها علشان تفتكرها بعدين، درس اتعلمته، حاجة زعلتك او ضايقتك وانت عديت بيها فترة صعبة، حاجة عملتها وكنت فخور بيها. كل دي مشاعر وحاجات محتاجة ان هي تبقى بتخزن عشان انا اعرف ارجع لها تاني بعدين. فالتدوين ده اكتر حاجة تحفة ممكن تخليك وتساعدك تعمل الحاجات دي. ومن ناحية تاني الجورنال بيخليك تعرف وتشوف قد ايه طريقة تفكيرك اتغيرت الفترة اللي فاتت دي. يعني مثلا انا كان عندي وجهة نظر معينة في موضوع معين، بعد فترة لقيت ان انا وجهة نظري في نفس الموضوع ده اتغيرت. ليه؟ لان تفكيرنا اتغير، نضجنا مثلا اكتر، اتعلمنا اكتر، فاخدنا خبرات اكتر، فتفكيرنا في الحاجة دي بقى مختلف. فدي حاجة من الحاجات اللي بتعملها الجورنال مهمة جدا. نيجي لأهم نقطة بالنسبة لي محتاجة انك تعرفها، ومحتاجة ان كل العالم وكل حد في العالم ده يعرف النقطة دي، وهي ان الجورنال او كتابة اليوميات مش للبنات بس. فكرة بقى الدفتر البينك بتاعك والقلم ابو ريشة بقى والكلام الحلو ده للبنات بس، والولاد ما ينفعش يعملوا كده. فاحب اقولك انك انت عندك فكرة غلط، وان الموضوع اكبر بكتير من ان اكتب يومياتي واخبيها ومحبش حد يشوفها بقى والكلام ده. لا، في ناس كتير بتستخدمها، ودي عادة مهمة جدا، حتى رجال الأعمال وفي لعيبة وفي ناس ناجحة جدا جدا وبتعمل كده. فكل اللي انت محتاج تعمله دفترك باللون اللي تحبه وباللون اللي تحبيه، وقلمك بالشكل اللي تحبيه برضو، وتقعدي تكتبي كل حاجة موجودة في حياتك في دماغك، كل اللي انت هتعمليه اعمليه. ومحتاجة افكرك ان الكتابة مش مرتبطة بجنس ابدا. فالافكار المغلوطة اللي موجودة عن البنات، وان البنات هما بس اللي المفروض يكتبوا الحاجات دي ويعملوا ويبقى عندهم الدفاتر دي، فانت محتاج تفكر كذا مرة في الموضوع، وهتلاقي ان حقيقي حقيقي دي حاجة بتفيدك
وحقيقي هتسهل الدنيا معاك. يعني فكر في الموضوع، هتلاقي ان عادي، هي مش فارقة بنت اللي بتكتب او ولد. التعبير عن المشاعر عمره ما كان حاجة وحشة، وعمره ما كان مرتبط بجنس معين. يعني انا هعبر عن مشاعري والولاد ما اتعبرش، ما ينفعش. انت دلوقتي اقتنعت بكلامي، وانتي كمان اقتنعتي بكلامي وحسيتي ان هو ده مهم ويلا بينا نكتب، وجيتي فتحتي النوت بتاعتك وجبتي قلمك الحلو وعطلتي ومش عارفه انت تعملي ايه. انا عذراكي جدا وعذراك طبعا، وانا مقدره، انا حقيقي مقدره اللي انتوا فيه. لان انا برضو اول ما جيت اكتب كنت برضو تايهه كده ومش عارفه اكتب ايه ولا اعمل ايه. يعني هعمل ايه؟ مفيش حاجه في يومي مهمه كنت بعملها ساعتها عشان اكتب. ده اللي كان موجود في دماغي ساعتها، اللي هو طب انا بعمل ايه؟ وحتى لو بعمل حاجه فالحاجه دي المفروض بتتكرر معايا كل يوم، فانا مش عارفه اكتب ايه. فانتي في المكان الصح. انا هقولك تكتبي ايه دلوقتي. ده في حاجه تاني مهمه محتاجه ان انت تعرفها. انا مش بكتب في اليوميات بتاعتي دي الحاجات الحلوه اللي حصلت لي بس، بفكره بقى او بنظريه ان انا عايزه افتكر بعدين الحاجات الحلوه اللي حصلت لي بس. مفيش حاجه اسمها كده. احنا بنكتب الحاجات اللي محتاجة تتكتب، اذا كان الحاجة دي حاجة كويسة حصلت او حاجة وحشة حصلت. طب انا ايه اللي يخليني افتكر ذكريات وحشة او حاجة حصلت لي وانا مش عايزة افتكرها تاني؟ ليه اكتبها وبعد فترة لما مثلا انساها ارجع افتكرها؟ عشان تعرف انت مريت بايه. وانا لما ابدا اكتب كل الحلو بس، فانا هبقى دايما واخد مثلا إيه ان حياتي كانت بامبي طول حياتي ولا ايه؟ فاكيد لا. فانا لما اكتب الحاجات اللي حصلت لي وحشه، برضه مش فكره حاجات وحشه، انا قصدي مثلا الحاجات الصعوبات اللي انت حصلت لك، المشاكل، لما اقعد اكتبها وارجع افتكرها برضه بعدين اقول ياه جدعه والله ان احنا عدينا بكل ده. طب والله ده تحفه، ده جميل، الحمد لله ان احنا عدينا، ده احنا دلوقتي بقينا احسن بكتير. فهي دي الفكرة، أنا بكتب عشان أرجع بعد كده أقول الحمد لله. طب والله حقيقي ده كويس، ده أنا نجحت، ده أنا عديت، ده أنا عملت. بس فأنا بكتب إيه الحاجات الحلوة اللي حصلت لي والحاجات الوحشة برضه اللي حصلت لي. أهم حاجة أحب أقولها لك في النقطة دي، أنت مش محتاج تكتب بطريقة مثالية. احنا مش بنألف رواية ولا احنا مش بنكتب حاجة في امتحان. انت بتتكلم مع نفسك، فانت محتاج تتكلم مع نفسك زي ما الكلام موجود في دماغك تاخده وتنزله تحطه في الورقة بس. فانت اعمل دايما حسابك ان الكلام ده كده كده ده بتاعك، وكده كده ده لنفسك، فانت مش محتاج تجمل فيه، اكتبه زي ما هو موجود في دماغك كده. نيجي بقى لحاجة مهمة. في ناس بتبقى مايلة اكتر ان هي تكتب اليوميات بتاعتها في اب، في تطبيق كده عادي ممكن تكتب عليه. وفي ناس بتفضل لا انا هكتب في ورقه وقلم. بس خليني اقولك ايه مميزات وعيوب كل نوع من الاتنين، وانت برضو شوف انت مايل لايه اكتر او حاسس ان انت عايز تعمل ايه اكتر، وانا معاك. اهم حاجه احنا ايه؟ نكتب. الورقي لو هتقعد تكتب في نوت وكده، ده بيديك احساس احلى بكتير من ما تقعد كانك بتتشات كده على الموبايل، الموضوع بيبقى مش احسن حاجه. فالورقي بيديك احساس كده ان انت قاعد وبتكتب، احساس تحفه، وبيديك تركيز اعلى، بيخليك كده قاعد ومركز في اللي انت بتعمله. بس الفكره كلها ان انت بتبقى محتاج وقت ومكان معين تكتب فيه. يعني اكيد مش همشي بالنوت بتاعتي في الشارع واقعد اكتب ايه اللي حصل، فمش هتنفع. فانت بتبقى محتاج مكان هادي والنوت بتاعتك وتقعد تكتب في وقت بقى معين. اكيد برضو مش هينفع في نص اليوم لان انت بيبقى في دوشه حواليك، فبرضو مش بتبقى مركز قوي. فالورقي بيبقى محتاج منك ان انت مكان تقعد فيه وتكتب والنوت بتاعتك. لو هتشتغل بقى ديجيتال وتكتب كده على الاب او التطبيق بتاعك، فده برضو تحفة لانه بيبقى اسهل وبتكتب في اي وقت انت عايزه. يعني مثلا في الشارع وانا حصلت حاجة وعايزة افضل فاكراها، فبقعد بقى ايه افتح النوت بتاعتي وفي ساعتها كده اقعد اكتبها على طول. دي حلوة. بس الفكرة كلها والحاجة اللي مش حلوة او العيب فيها هو انك الموبايل، انا ماسك الموبايل في ايدي وبكتب، فلاقي مثلا حد من صحابي بعت لي حاجه، طب استنى ارد وبعدين ارجع. طب مش عارفه ده ايه اللي حصل وايه اللي جرى، فانا اروح وبعدين ابقى ارجع تاني. فتقعد تلاقي نفسك متشتت ما بين شويه الشات او فيسبوك مثلا شويه بعد كده ترجع تكتب شويه. الموضوع بيبقى مش احسن حاجه. فالحل الامثل ليك واللي انا بفضله واللي انا بستخدمه لحد دلوقتي وبعمله هو ان انا بدمج الحاجتين مع بعض. يعني انا عندي النوت بتاعتي دي بكتب فيها مثلا الصبح بدري اول ما اصحى او بالليل اخر اليوم. طيب وانا لما ببقى بره او ببقى في مكان وحاسه في حاجه جت على بالي وعايزه اكتبها، بفتح الموبايل اكتبها.
وانا عامله فولدر او حاجه لوحدها بحط فيها النوتس بتاعتي بس اللي انا ببقى محتاجه انقلها في مع باقي الحاجات اللي هكتبها في يومي. فانا بقى كده عندي الورقي بستخدمه، ده بستخدمه الصبح مثلا او بالليل براحتي في الوقت الهادي بالشكل اللي انا عايزاه، لما ببقى رايقه وهاديه كده بقعد اكتب. ولما ببقى بره في الشارع ومحتاجه ان انا اسجل حاجه او حاجه محتاجه ان انا افضل فاكراها بتفاصيلها بقعد اطلع الموبايل بسرعه واكتبها، وكده احنا تمام. ولو هتستخدم الابلكيشن فانا بستخدم جوجل كيب، ده تحفه جدا وسهل وبسيط ومرتب، وبص حاجه سكر اول ما تفتحه تعرف تتعامل معاه على طول. هنتكلم دلوقتي في نقطه برضو مهمه جدا، وهي نقطه ان انا مثلا كنت بكتب وبعدين وقفت كتابه وما بقتش اكتب تاني، نعمل ايه؟ احب اقولك ان انت محتاج بس تبدا حتى بسطر او سطرين كل يوم. عارف الصبح او صباح الخير، انا عندي النهارده شغل وجامعه، هخلص الجامعه واروح الشغل او اخلص الشغل واروح الجامعه، وبعد كده هرجع اعمل الغدا وانام. لو انا بدات حتى اكتب كده هتلاقي مثلا السطرين اللي انت كتبتهم بيجيبوا سطرين تاني بيجيبوا سطرين تاني. وانا والله ماشيه في الشارع حصل الموقف ده فسجلته، ولما روحت كتبته، وبعد ما كتبته وكتبت وجهة نظري في اللي حصل، هتلاقي ان انت معاك ايه، لا انا كتبت. فانا لو كنت بكتب وبعدين قعدت فتره مش بكتب وحابب ان انا ارجع اكتب تاني بس حاسه ان انا مش عارف اكتب ايه او الدنيا ملل فانا مش عارف ايه اللي المفروض يتكتب، فانت اقعد اكتب سطرين، اكتب اي حاجه في السطرين دول، حاجه عايز تعملها، حاجه جت في دماغك، اي حاجه اقعد اكتبها. ومع الوقت انت وبتكتب كده تلاقي نفسك في فكره جت تاني في دماغك فتقوم كاتبها، في فكره تاني فتقوم كاتبها وكده. اهم حاجه، اهم حاجه، انا ده مش يعني مش فرض مفروض عليا ولازم مثلا مش امتحان هو ولا مذاكره محتاجه اخلصها. هي الفكره كلها ان انا دي بدي لنفسي مساحه، يعني الوقت بتاع الجورنال والتدوين ده لازم يبقى ليه مساحه في يوم. فانا لو ما قدرتش اديله المساحه دي في يوم من الايام ما اجيش بقى اجلد نفسي واقول طب ليه انا ما كتبتش النهارده وما كتبتش امبارح، كده انا في يومين ما كتبتهمش خلاص انا مش هكتب تاني. وهتلاقي نفسك كل مرة ايدك بتتقل كده انت ورايح تكتب، طب ما خلاص مش مشكلة بقى خليه بكرة، طب مش مشكلة خليه بعده. لا لما الاقي نفسي ان انا كنت بكتب شوية وبطلت اكتب مش مشكلة ارجع اكتب تاني. انا عارفة ان احنا اتكلمنا كتير ورغينا كتير اوي في الموضوع ده، انا حاسة كان المفروض الفيديو يبقى اصغر من كده بس كويس يعني بنتكلم مع بعض وبنشرح وجهات نظر لبعض، فانت بتسمع مني وبتسمع من غيري وعلشان تطلع في الاخر بحاجة ترضيك بالظبط، هو ده اللي احنا عايزينه. فلو بعد كل الكلام ده اللي احنا قلناه ولسه برضو حاسس انت مش عارف تبدأ منين او حتى مش عارف انت تكتب ازاي، فانا عملت بوست على انستجرام هحط فيه اسئلة كتير جدا ممكن نكتبها وتساعدنا ان احنا ما نعطلش. واول ما تحس ان انت مفيش حاجة تتكلم فيها خش على البوست ده شوفي الاسئلة الموجودة واقعد اكتبها بقى ايه في النوت بتاعتك وكده انت تمام. ومع الوقت هتلاقي ان انت مش محتاج ان انت تستخدم الاسئله دي في حاجه وانت خلاص عارف انت هتتكلم في ايه او عارف ان انت يومك ماشي ازاي وايه اللي محتاج تكتبه وايه اللي مش محتاج تكتبه. هي كل حاجه بتبقى مع البراكتس كده فاهم، بتبقى تمام. يعني كل حاجه لما بنقعد نجربها مره ونجربها اتنين ونجربها تلاته نسيبها شويه ونرجع لها شويه كده بتبقى يعني زي الفل متقلقش. بس اهم حاجه ان انت ذكرياتك وايامك وحكاويك وكل الحاجات الحلوه دي تبقى متسجله معاك علشان لما ترجع لها بعدين تلاقي بقى اللي هو ياه ده انا والله كنت انا وصغير مش عارفه ايه وايه وايه وتقعد تتكلم. انا بالنسبه لي دي حاجات حلوه ان في حاجات كتير قوي ببقى محتاجه ان انا افضل فاكراها علشان في المستقبل ابقى اقعد بقى احكيها واقول والله ده حصل وما حصلش وانا فاكره وبتاع. حاجات جميله والله. بس ودي كانت دردشة بسيطة في موضوع مهم جدا ان انت تبقى بتعمله بس. فلو محتاج تسأل في اي حاجة محتاج تعرف اي حاجة فانا موجودة دايما معاك، ابعتلي في اي حتة هتلاقي اللينكات بتاعتي بتاعت كل حاجة موجودة، خش تسألني في اي حاجة انت عايزها وانا ان شاء الله تلاقيني موجودة معاك. مبسوطة جدا ان انا رجعت اصور تاني وان احنا هيبقى في بينا فيديوهات بقى وبتاع، دي حاجة بجد مفرحاني قوي. نسيت اقولك ما تنساش تخش على انستجرام وتشوف البوست اللي انا قلت عليه عشان فيه كل الاسئله، حتى لو انت بتعرف تكتب لوحدك فمفيش مانع لو دي زقه برضو وشويه افكار علشان برضو تعرف ايه
تكتب مع نفسك كده، يعني ما تعطلش، انا مش عايزاك تعطل. تمام، خش وخد لفة كده واتفرج وشوف هتوصل ليه. يلا.